يا مساء الفل، ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وبصحة وفي احسن حال، ويا رب الناس اللي عندها تسليمات حاجات تبقى خلصتها وعملت لها شير وكتبت ماي ليتست، ويعني اللهم بلغنا كده الفركش ان شاء الله، والناس كده تعرف تاخد اجازتها وتستريح. الموضوع اللي انا عاوز ان احنا ندردش فيه مع بعض بصراحة هو موضوع الكلمة البسيطة اللي جايبانا ورا دي او اللي موديانا في داهية كلنا، وهي انك تكون كرييتيف. يعني ليه بقى الكلمة دي فيها مشكلة؟ الكلمة دي فيها مشكلة وفيها مشكلة كبيرة قوي كمان. انك تكون كرييتيف دي هي حاجة كده مش ممسوكة. يعني انت مثلا اقدر اقول والله عليك فور اكزامبل محاسب شاطر، انك والله بتقدر انك تنجز المهام المطلوبة منك في اقل وقت ممكن وباعلى معدل دقة ممكن. اوكي، لو انت والله طبيب فاقدر اقول انه والله انت بتتعامل مع عدد معين من المرضى في اليوم، بتقدر ان انت توفق يعني بمشيئة الله كده انك والله تديهم العلاجات المناسبة بناء على حاجات توتالي ساينتفك. يعني انت بتبدأ ان انت تشوف تحاليل، تبدأ تشوف اشعة، تبدأ تسمع من المريض الشكوى بتاعته وتبدأ تسأله مجموعة من الاسئلة، وبناء على ده بتعمل تشخيص وبتبدأ ان انت توصف العلاج او برنامج العلاج. اوفرول اي عمل ليه كده نو هاو واضح، يعني واضح انك عارف اللي ليك واللي عليك وعارف اللي مطلوب منك بالظبط. لكن تيجي دايما عند حتة الكرياتيفيتي مفيش حد لو مين ما تقدرش بالظبط تمسك انه انا كده كويس، انا كده جامد. حتى الحاجات اللي احنا بنمسك بيها الكي بي ايز او الكي بيرفورمانس انديكيتورز او عوامل النجاح بتاعتك، هي مش عوامل نجاحك انت ككرييتيف او كشخص بتقدم منتج ابداعي، هي بتبقى عوامل تانية، زي مثلا انه الناس تبقى سمعت الاغنية دي كتير او شافت الفيلم ده كتير او عجبها الاعلان بتاعك او ان هو دمه خفيف، وما تقدرش ان انت حتى لو سألت الصانع ده نفسه طيب والله حضرتك عملت المنتج ده، طب انت عملته ازاي؟ وهل تقدر تكرر الفورميولا دي او الحاجة العملية او الخطوات الابداعية اللي انت عملتها دي تقدر تكررها تاني بحيث ان هي تؤدي لنفس النتيجة تاني؟ ما تخلقش على الكوكب كرييتيف يقدر انه يضمن لك نفس النتيجة. اذا هي عملية ملهاش قواعد او ملهاش مبادئ. بلس بقى ان انت لو بتتعامل مع طرف تاني بيقيم ده لاستمرارك في الشغل مثلا او لاستمرارك ان هو ياخد منك شغل. انا مش بتكلم على السيد المتلقي، في ناس السيد المتلقي انت كل امنيتك ان هو يعجبه المنتج اللي انت بتقدمه، سواء المنتج ده اعلان او فيلم او برنامج او اغنية او مسلسل او اي مكان، انت تتمنى ان هو يعجبه ده. لكن مثلا وهتكلم ده لانه هتكلم في جزء مثلا الاعلانات، لانه ده اللي كلمة كرييتيف بتتقال فيه كتير قوي، وصل الاعلان ده مش كرييتيف، وصل لا اصل بص الاعلان ده كرييتيف وبتاع. وسيبك من تقييمات السادة المشاهدين على الفيسبوك وعلى انستجرام عندهم دي حاجة يعني تمام، يعني هم حلو جدا ان هم يشوفوا المنتج ويقولوا رأيهم، تمام، بس رأيهم مش هو المحرك للصناعة نفسها. انه انت تقدر تقيم ازاي والله ان انا راجل كرييتيف كويس، وايه تعريف كلمة كرييتيف وايه مقوماتها. طب انا اعرف ازاي انه انا كرييتيف؟ طيب انا ازاي استمر في الحفاظ على قدرتي الإبداعية أو قدرتي على being creative؟ هو موضوع صعب جدا، موضوع محير، وانا ما وعدكش خالص انه في نهاية الحلقة هتبقى وصلت للإجابة اليقينية بتاعة The Manifesto او الكتالوج كده يقول لك بالظبط والله انت ازاي تكون كرييتيف وتقدر تقيم منتجك كويس. بس انا بحس انه هي عملية داخلية بينك وبين نفسك كده، تبقى انت تقدر تقيم بيها والله انا عملت اللي عليا في الموضوع ده ولا لا. كان في تعريف لذيذ جدا ولطيف جدا لموضوع الابداع ده، انه انت مش عشان تبقى مبدع فانت مش هتخلق
حاجة من العدم. يعني انت دلوقتي لو عوزت تعمل اي حاجة في الدنيا، اي فكرة او اي حاجة، فانت هتستخدم عناصر هي اوريدي موجودة. تمام، انت دلوقتي هتعمل اعلان، كده كده هتستخدم نوع كاميرا معين او هتستخدم ستايل اوف انيميشن معين. ده مش انت اللي مخترعه، مفيش حد اخترع حاجة اوت اوف نوير. هو احنا في عملية تراكمية، حد عمل تكنيك معين فانت بتيجي بيعجبك التكنيك ده، او ممكن تقعد تدور في الدرج كده تجو ثرو التكنيك ده وتطور عليه. طب انا هستخدمه بشكل مختلف، طب حد بعدك ب10 سنين ياخد التكنيك بتاعك ده ويضيف عليه الشكل بتاعه. فهنا ده بيوصلنا لتعريف كده لفكرة الكرياتيفيتي، انه انت يعني تقديمك لكرياتيف برودكت هو ان انت بتجذر او بتجمع حاجات هي اوريدي موجودة، ولكن في صورة مختلفة خاصة بيك. تمام، يبقى هو ده حتة الابداع، ان انت في عناصر هي اوريدي موجودة، كلام، لحن قد يكون من ابداعك او من افكارك، من بنات افكارك، مع كلمات ممكن تكون اوريدي موجودة في حاجة انت عملتها ريفريزنج، ده انت الفتها. تمام، بس ستيل هي كلمات، انت مش هتخترع لغة. وتبدأ ان انت تجمع كل العناصر دي مع بعض في صورة منتج ابداعي في النهاية. وفي مقولة تانية انا بحبها جدا بتقولك انه every story in life has been told before but not by you. وهي دي بقى بالنسبة لي كده كانت الكشاف اللي يعني اقدر ان انا اجايد بيه نفسي في طريق الابداع المظلم ده، الطريق اللي انت بتدور فيه على الافكار في الهواء. ان كل حاجة في الدنيا، كل حدوتة، كل حاجة هي اتحكت اوريدي، اوكي، ولكن ما اتحكتش عن طريقك انت. وبالتالي لو انت عايز تحكي اي حاجة فانت ضروري تحكيها بطريقتك انت، باسلوبك انت، بشكلك انت، بافكارك، بوجهة نظرك في الحياة وفي الابداع وازاي المتلقي ممكن يتأثر بطريقتك انت. لكن ما يعني don't copy. في برضو مقولة تانية بتقولك انه don't copy but steal، اسرق من ناس مختلفة. انا بحس الموضوع ما بيبقاش مباشر قوي كده، لانه انت مثلا مش دلوقتي فور اكزامبل مثلا جالك عميل طالب اعلان، فانت مش هتجيب ايه مثلا 20 اعلان مسحوق مثلا قبل كده وهتقعد تقطعهم وتطلع منهم بستراكتشر جديد. هو الموضوع ما بيبقاش كده، انت بتستيل subconsciously، انت بتجيت انسبايرد subconsciously من حاجات انت شفتها قبل كده، حتى لو انت مش عارف. يعني انت ممكن حتى بنهاية العملية الابداعية بتاعتك ما تعرفش انه انت already you got inspired من حاجات انت شفتها قبل كده. فانت هنا ما تقدرش يعني تقول انه والله I'm consciously او انا بسرق بوعي. I'm consciously stealing. You're not consciously stealing. انت مخك بيعيد تدوير او بيطبخ الحاجات. والطبخ هو بالنسبة لي اكتر مثال قريب للي بيحصل. يعني المنتج الابداعي ده بالنسبة لي هو بيطبخ كده جوه الدماغ. فكل الكلام اللي قلناه ده بالنسبة لي يؤدي بينا لحتة انه احنا دلوقتي قلنا تعريف الابداع. طيب انا امتى اعرف انه انا كرييتيف؟ طيب مبدئيا هو كرييتيف دي يعني برضو ملكش دعوة بالسيد المتلقي فيه، لانه السيد المتلقي هو دوره انه يستقبل ويستمتع بالموضوع، ولكن مش شرط خالص ان هو يكون عارف بالظبط المعادلة بتاعت الموضوع. تمام، انت فما تخليوش هو اللي يأثر عليك. هو دوره مثلا، هو لو قالك انه الاعلان ده والله اللي انت عامله او المسلسل اللي انت عامله او الفيلم اللي انت عامله ده انا شفته قبل كده، هنا يبقى فيه مشكلة. هنا انت اصلا كصناعتك فيها مشكلة. يعني دلوقتي وانت اطلع قول بقى زي ما انت عايز، يعني مسلسل مثلا ولد الغلابة، الناس شافته خلاص قالت لك ده هو بريكنج باد، ذا سيم ستراكشر و طبعا عملت تغييرات مش تمام، لكن انت استسهلت. يعني انت عملت ستيلينج بشكل
ما فيهوش حرفية عالية، فالمتلقي العادي اخد باله ده. انا شايف بريكنج باد ده قبل كده، اللي هو يعني حتى من الكوميكس اللي عجبتني ساعتها قال لك يعني انت بتسرق وما احنا مش هناخد بالنا عشان احنا فلاحين يعني. فبالظبط فهو ده اللي بيحصل. فانت لو انت عامل شغلانتك مالكش دعوه بالسيد المتلقي دلوقتي، او مالكش دعوه بالجمهور دلوقتي. الجمهور ليه تقييماته القائمه على تفضيلاته اللي مش شرط تكون اختصاصيه، وده مش بيقلل من اهميتها. هو في النهايه انت مش بتشغل، او انت مش بتشتغل عشان الناس بس اللي في الصناعة يقيموا شغلك. انت الناس اللي في الصناعة دي بتقيم شغلك لأسباب تانية ليه دعوة بانه هنجيبك قبل كده بعد كده ولا لأ، طب انت منتجك كويس ولا لأ، وبرضو بيرجع للجمهور عجب ولا لأ. بس انا هنا بتكلم دلوقتي على تقييمك لصناعتك انت او لصنعتك او لحرفتك. انا امتى اقدر اقول على نفسي ان انا كرييتيف؟ هو انه انا لما قرر انه والله انا طلب مني مسلسل، او انا شغال على مسلسل او على فيلم او على اعلان، كل الموضوع بسيط جدا. ان انا ابقى كرييتيف دي حاجة بسيطة جدا. ان انا اعمل ايه؟ ان انا احكي الموضوع بطريقتي انا. يعني كلام زي انه لا اصل it's not an idea out of the box. يعني لا هو اصله انهي بوكس برضو؟ يعني بوكس ده اللي هو ايه؟ ما هو انت مش هتقعد مثلا تشوف والله ايه كل اللي اتعمل في الموضوع ده، لانه الموضوع دلوقتي واسع جدا. فانت مش تقعد تشوف والله ايه كل اعلانات مسحوق الغسيل، او ايه كل اعلانات الشاي، او ايه كل اعلانات المشروبات الغازية اللي اتعملت في العالم انا هعمل غيرها. الموضوع مش كده خالص. انت دورك مالكش دعوه باي حاجه. انت جالك بريف، جالك فكرة مطلوبة منك، سواء سينوبسس، جايلك لوج لاين، جايلك خط يعني سطر كده بتاع عمل مطلوب تكتبه. يعني لو انا ده في كيس ان انت طلب منك يعني تكتب حاجة، غير لو انت بتكريت حاجة من الاول لوحدك كده. بس اكتر برضو مثال زي ما قلت لكم قبل كده، حتة الاعلانات. انت جايلك بريف، شغلانتك هو ان انت تعمل ايه؟ هو انه انت والله تمسك البريف ده وتبدأ بقى تعمل شغلك. والله لو انت بتكتب، لو انت ديزاينر بتاع، تبدأ ان انت والله تعمل شغلك انت. تدخل تشوف طب والله الاعلان ده ايه المسج منه، طب ايه الانسايتس بتاعتي، ايه الانسايتس او يعني زي ما يقول كده المداخل اللي انا ممكن استثمرها كده ادخل فيها بالاعلان. يعني هل مثلا انا معايا ستار بقاله 30 سنة ما ظهرش؟ هل انا مثلا عندي انسايت او دخلة مثلا انه انا مثلا الاعلان ده للاطفال الصغيرين بس بيعملوا انشطة كبار، فاقدر العب الموضوع ده. بيبقى الانسايت بتاع الموضوع. ومش هو ده بس، في انسايتس كتيرة يعني، او بس هو الانسايت ده بشكل عام هو الفكرة او الزاوية اللي انت بتدخل منها، او الحاجات اللي انت اطراف الخيوط اللي بتبدأ تشدها عشان تفريم اوت او تشكل كده او تحط اطار للفكرة بتاعتك. فدورك انه انت تفكر في شغلك بس، مالكش دعوة بقى والله انا عايز افكر بره الصندوق. اصل انهي صندوق يا حبيبي؟ يعني صندوق ده اللي هو ايه؟ انت دلوقتي قعدت كتبت الفكرة من دماغك انت على الورقة، تمام، وقعدت والله عملت لها ستراكشر انت من دماغك على الورق، ومشيت خطواتك وطلعت في النهاية بكوبي مكتوبة او سيناريو او اغنية او اي مكان، وانت مش ناقشها من حتة، او مش ناحية اعلام من بره او بتاع. يعني انت ساعتها تبقى انت اديت مهمتك، يبقى انت هنا ايه؟ creative. because what? because you created an idea totally pure و totally organic و original من دماغك. so you are creative. انت شخص مبدع. بس مدى بقى جودة الابداع ده، او ان انت طب استسهلت اول فكرة جت في دماغك، ولا قعدت جت في دماغك فكرة وقعدت تجو ديبر في الفكرة دي وتربط افكار مختلفة تديها ابعاد مختلفة. هنا ده ممكن والله تقول والله ساعتها ان انا ما عملتش المطلوب مني بالقدر الكافي، بس ساعتها انت برضو still creative. نقطة كمان من الحاجات اللي بالنسبة لي مزعجة جدا 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 في الكرياتيف اندستري عامة،
ودي من الحاجات اللي بالنسبة لي بتأثر شوية على حتة الكرياتيفيتي. كلمة كده قذرة وضيعة جدا ما بحبش ان حد يطلبها مني، وهي عاوزين ريفرنس. الكلمة دي بالنسبة لي يعني بتقهرني. ايوه يعني ايه عاوزين ايوه يعني إيه؟ انا ممكن يبقى في حاجة شبه كده، فانا لو بالصدفة قابلتها هجيبها لك، تمام. لكن عاوز ريفرنس في المطلق دي، خلينا ندي كيس مثلا. والله انا مطلوب مني ان انا اعمل انا ديزاينر مثلا، انا مش ديزاينر بس يعني بتكلم، انت لو ديزاينر وجاي مطلوب منك مثلا تعمل فكرة ل بيلبوردز مثلا بتاعت كامبين اعلانية معينة، او ودي مش في مصر بس على فكرة، يعني دي موجودة بره برضو في الاستوديوز حتى بتاعت امريكا، انه والله طب your movie is like what، يعني ادينا ريفرنس للموضوع ده. فتبدأ ساعتها انت تسكتش مثلا حاجة معينة، او انت مطلوب منك مثلا اعلان، فتقعد تكتب الفكرة بتاعته كسيناريو كده او ككوبي، تقعد تكتب الموضوع بالظبط كده. والله هنا اول مشهد كذا، وبعدين الام هتدخل فمش عارفة ايه اللي هيحصل، فالارض هتتفتح هيطلع حاجة، دي فكرتك انت. فيجي بقى يقولك ايه فكرة هنا انت you have created it from scratch، ما شفتش حاجة انت فكرت فيها وابدعتها. فيجي بقى تلاقي الديبارتمنتس المختلفة كده يقولوا لك ايه عاوزين ريفرنسز للشوتس مثلا، ودي بقى دي بتحصل في مصر كتير جدا بشكل بيضايق. عاوزين ريفرنس للشوت ده. ايوه ليه حضرتك عايز ريفرنس للشوت ده، او ليه عايز ريفرنس للارت وورك ده؟ طب ما تيجي ننزل نقعد في مكان، او نقعد في الايجنسي تيجي تقعد معانا كده ونقعد نفكر مع بعض، نموديل الموضوع ده او نسكتش الموضوع ده بشكل معين، ونعمل ستوري بورد كده لذيذة لطيفة نشرح فيها الكلام ده، ونحكي احنا اللي احنا عاوزين نشوفه ونبقى متخيلينه مع بعض. لكن ليه ريفرنس؟ كلمة ريفرنس مشكلتها في ايه؟ مشكلتها ان هي بتأثر على الابداع او اوريجيناليتي الموضوع. ليه بقى؟ لانه اللي بيحصل انت مثلا تيجي تقول لي طب حلو قوي يا خالد اللي انت عملته ده لذيذ جدا، ابعت لي ريفرنس. فبعت لي ريفرنس دي بتحصل ايه بقى؟ ان انا ببدأ ادور على حاجات شبه اللي انا بعمله، اللي هو المفروض انه ما يبقاش في حاجة شبهه. ليه؟ لان انا عملت له كرييشن من دماغي. فابدأ ان انا اريسيرش لحد ما لاقيش حاجة بنفس الشكل، فابعت لك حاجة قريبة واقول لك بص هي مش زيها قوي، فانت تبدأ ساعتها تطوع الفكرة باللي انت استوعبته منها على اللي انا بعتهولك من ريفرنس. والفكرة ساعتها تبدأ ان هي تلوز الاوريجيناليتي بتاعتها او تفقد اصالتها وتبقى شبه الريفرنس ده. فهي يعني حاجة مزعجة جدا، وبضطر ان انا في اوقات كتير اقول لهم والله يا جماعة انا مش هقدم ريفرنس، انا ما بقدمش ريفرنسز. انا والله هنقعد انا والشخص اللي مسؤول عن الستوري بورد ونرسم ستوري بورد بنحكي في بنطلع الكلام ده في صورة فريمز مثلا على الورق. ده برضو في كيس السينما، في كيس في التلفزيون لو احنا مثلا عايزين نعمل شكل تصوير معين او شكل اخراج للموضوع معين، وكذلك في المزيكا وغيره. لا والله احنا مش هنقعد نعمل ده، احنا والله خليني اروح اقعد مع الملحن او الموزع او بتاع اقعد مع الستوري بورد ارتست ونرسم الموضوع. وساعتها نتجنب موضوع الريفرنسز ده. وهو بصراحة بيعمل لي مشاكل على المستوى الشخصي يعني كتير، لان انا بحسها ايوه ليه ريفرنس يعني. وبعدين برضو يا سيدي ما تاخدهاش من المنطق ده، خدها من منطق الايجو. هو دلوقتي انت لما تيجي تقرر، وده هنا مش بتكلم برضو على موضوع الريفرنس بس، بتكلم ان جنرال على حتة ان انت تقول ايه يعني، وقاحتك تسمح لك ان انت تقول والله انا هناخد اعلان معمول بره وهننفذه هنا حلو.
ايوه انت ما حسيتش باي نوع من الايجو انه انت في بني ادم تاني قبض على ان هو يطلع فكرة، فانت تيجي تقول والله اصل انا الموضوع مش مستاهل ان انا اقعد اشغل دماغي، فانا هاخد الفكرة بتاعته هو عشان هو بيفكر احسن مني وهاخدها واشتغل انا عليها واعملها مصري. يعني يا بجاحة حضرتك. وبالمناسبة الحركة دي بيعملها ناس كتيرة جدا كبيرة، يعني ان انا هاخد حاجة معمولة بره. ايوه يعني ليه هتاخد حاجة معمولة بره؟ ايوه يعني انت في فقر ابداعي يا باشا، ما تشتغلش الشغلانة. يعني انت عندك فقر ابداعي للدرجة دي، ما تشتغلش الشغلانة، اشتغل اي حاجة تانية. يعني اشتغل اي حاجة تانية. لكن ان انت تقرر انه في بني ادم تاني هو محترم وانت نص كم، هو فكر فانت مكسل تفكر، فانت هتاخد بقى فكرته الحلوة دي وتنصرها. دي بالنسبة لي حاجة وبيعملها مخرجين كبار جدا جدا جدا، سواء في الاعلانات او في الاغاني، وخصوصا الاغاني الجديدة التراب وغيرها، او في السينما وفي التلفزيون. لا ما يصحش. يعني ما ده بالنسبة لي طبعا ده يعني انا ممكن اجي والله انسباير شوت. يعني مثلا انا فور اكزامبل بحب مخرج معين، بحب مثلا كوينتين تارانتينو، فعايز يعني اديله كده نوع من انواع التكريم في العمل بتاعي والله، فاستخدم شوت شبه بالظبط اللي هو عامله، وانا عارف ان هو بتاعه وانا بس بعمل ده بغرض التكريم. لكن ما جيش مثلا اخد سيكونس موجود هنا او فكرة عمل كامل او فكرة اعلان كامل واحطها زي ما هي. بس فده بصراحة بالنسبة لي حاجة غير مقبولة تماما، وما بفهمهاش، وبستعيب انه الناس تعملها، وبحس ان هي فيها نوع من عدم الاحترام للنفس وعدم الاحترام للجمهور او للمشاهد او للمتلقي. انه انت بتقول والله انت ما بصيتش بره، فانا معلش انا نص كم وهروح اخد 30-40 الف جنيه 50 الف جنيه 100 الف جنيه ككرييتيف وهنقل فكرة من بره. يعني يا سيدي طب اللي هو بالبلدي كده حلل القرشين، يعني حرك الدهون عن خلايا مخك كده واطلع بحاجة، اطلع بفكرة خاصة بيك. تمام، اعمل شغلانتك. يعني اللي هو على رأي المثل يا جماعة في ناس قبضت على الكلام ده، يا جماعة في ناس خدت فلوس على الهزي ده، خدت فلوس كتير. يعني خاصة في صناعة الإعلانات، لأنه صناعة الإعلانات دورة الحياة بتاعتها مش طويلة. الإعلان مثلا ماكسيموم يوم ما يبقى إعلان ضخم أوي هيتصور إيه في 3-4 أيام، في 5 أيام، في أسبوع. يعني أغلب الإعلانات بتصور في يوم أو في يومين و3 أيام بالكتير. يعني اتصورت يا سيدي في أسبوع. اللي شغالين في الإعلانات بينحتوا كتير. يعني ما يضرب إعلان هنا على إعلان هنا على إعلان هنا. فانت يا سيدي مش شرط ان انت تعمل 10 اعلانات في السنة، اعمل 7 اعلانات، اعمل 5 اعلانات، بس تبقى باذل فيهم مجهود محترم. يعني مش بالكم، عشان انت حتى تبقى، يعني انا مش بقولك ان انت هتبقى جعان، يعني مش تقولي لا اكل العيش طب اعمل ايه، لا انت بتاخد مبلغ كويس فخلاص اشتغل بيه. بس فهذا يعني ما تيسر لنا قوله في الموضوع ده. وبصراحة هو موضوع بالنسبة لي يعني الكلام عنه كتير، وكان المحرك ليه هو وانا ببص على الاعلانات كده بتاعت رمضان لحد وانا بسلكت طب ايه الحاجات اللي هنتكلم عنها في فاصل اعلاني. فبدأت الكلام المخرج ده كرييتيف جدا، لا ده مش كرييتيف. يعني بدأ المحرك كده جوه دماغي امتى اقول على ده كرييتيف وامتى اقول على ده مش كرييتيف. كرييتيف مش رتبة، يعني كرييتيف دي مش حاجة حلوة او وحشة. كرييتيف ده هو اي شخص بيقرر ان هو هيحكي الحدوتة بطريقته بهز تون او هير تون اوف فويس زي ما هي. بس فده كان كلامنا النهاردة، واشكركم جدا يعني ان انتوا سمعتوا لحد دلوقتي. اتمنى انه الكلام يبقى
قيم او ممتع او مفيد او محرك للمخ بشكل او باخر. وقولوا لنا رأيكم في الموضوع ككل، في موضوع الابداع والخروج بره الصندوق وحتة الريفرنسز وحتة النحت والكلام ده كله. قولوا لنا رأيكم في الكلام ده، واستنونا المرة الجاية وكلام ابداعي لذيذ في كولاج. شكرا.